يا مساء الخير. خليني بوريكم مستجدات الاستراحة. شوفوا الأحواض اللي سويناها، شلنا بلاطة وحطينا حوض هنا، نفس الحكاية هناك. شوفوا المدخل. طبعا الحين قاعد نبلط لنا ونصلح المظلة. شوف الدكة ما شاء الله طلعت شيء كبير شرح. طبعا تكون في إضاءات، في أشكال جديدة. الحين المظلة لسه باقي. المظلة طبعا بتكون شكل 3 أشكال أو 4 أشكال. شوفوا هنا الشكل هذا جاي كذا مع الجهة هذه، الشكل هذا الحين بعدين فيه جاي كذا. هنا نفس الحكاية أحواض. هذه أحواض كلها. طبعا شلنا بلاطتين، هناك شلنا بلاطة، هناك شلنا بلاطتين. نفس الأشجار هاي بتكون هنا وانت قاعد تشم ريحة حلوة. شوفوا بتكلم عن إعلان، قسم بالله العظيم بلخبط إعدادات اللي عنده هوايات. اللي عنده هواية بلخبط إعداداته. شلون؟ تخيل أنت عندك هواية، فرضا نقول مثال بادل، تبي تلعب، تقول والله هنا أبغى ألعب بادل. عندك هواية تنس، طايرة، عندك أي شيء هواية لك أنت. بس مشكلة أخوياي نايف ما يساعدوني. يعني ركز، أنت تحب لعبة بادل بس عندك أخويا في الاستراحة لا، مو بجوهم بادل، جوهم بلوت. تقدر أنت تسجل في البرنامج هذا اسمه هاوي، تسجل وتلقى ناس تتعرف عليهم جدد وتلعب معهم بشكل مستمر. هذا واحد. الشيء الثاني، خليكم عن هذه، غير ربحي. شلون غير ربحي؟ يعني ما تدفع شيء، تخش هنا وتلعب مجاني. أعطيكم مثال. تخيلوا المجموعة هذه تلقى نصهم ما يعرفون بعض. طبعا هنا الحين هذه لعبة بادل، هذه لعبة كورة، تلقى نصهم ما يعرفون بعض بس هوايتهم كورة. برنامج هاوي يخليك تتعرف على ناس جدد ونفس هوايتك، يعني نفس الشيء اللي انت تحبه. طبعا مو بلازم شرط انها بس رياضة، ترى البلوت هواية، التنس هواية، الطائرة هواية، الطبخ هواية، جمع العملات، التراث، ترى كل هذه هوايات. عفوا هاوي يقربك من الناس اللي يحبون هوايتك. والشيء هذا غير ربحي. يعني شو غير ربحي؟ طبعا أوصلكم معلومة أكثر من كذا. تخيل أنك تصير رئيس مجموعة في نفس هاوي. يعني تقدر أنت تكون لك فريق. أنت اللي سجلت في المنصة هذه تقدر تكون لك فريق، تصير أنت رئيس الفريق هذا نفسه. طبعا لها رسوم معينة تدفعها طول العمر، خلاص ما عاد تدفع غيرها أبدا. هي أعلى شيء 250 ريال وأقل شيء 50 ريال وفي شيء ب100 ريال تدفعها، ما عاد تدفع شيء ثاني أبدا. شيء مو طبيعي ترى، الشيء اللي قاعد أشوفه مو طبيعي. طلعت من الملاعب وجيت هنا عند بيت واحد من أخوياي يمارس هواية له، ترى هو ممكن ما يدري إنها هواية. من ضمن الهوايات طبعا السيارات الكلاسيكية يموت فيها القديمة والأشياء القديمة. هذا هو شوفه، ترى والله ما يدري عن أي شيء. داق علي قلت بجيك بس. تدري ليش أنا جاي؟ سألتك بالله تدري ليش أنا جاي ولا لا؟ قلت لي بصور. أي قلت لك بصور بس ما تدري ليش أنا جاي. والله محلك. أنا بسألك سؤال قبل ما أتكلم، شو بلخمك؟ وش هواياتك أنت؟ التراث. يعني تدري إن هذه هواية؟ هواية وحب ما أحتاج. جميل، نشوف. تفضل محمد. يلا. هوايات الخضير تعتبر من الهوايات. وترى الخضير ممكن شوف الاشياء التراثيه، ترى هذا بيته. هذا مدخل محمد، ترى مدخل. ما شاء الله تبارك الله. طبعا عشان تكون بالصوره هذه هوايه. الخضير ممكن انه يمارسها. ما شاء الله يا الكبينه يا قدمها يو ليه سفرنا. هذه ما شاء الله ترى هذه هي اللي تشوفونها هوايه. ممكن الخضير كم تعرف من شخص في المجال حقك هذا؟ والله كثير. يعني حدود نقول حدود كم؟ والله بالنسبة للرياض فوق 40 واحد. 40 واحد بس؟ هذا غير مناطق الرياض كثير في المملكة. إيه. طيب تدري في برنامج اسمه هاوي، لو دخلت سجلت فيه بتلقى ناس في الطايف، في القصيم، في عرعر، في تبوك، في أي جيزان، في جميع المناطق. تدري إن ما تدري ويمارسون نفس الهواية كنت ما أدري عنها. والله ما أدري محمد. صح؟ أنا كنت دايم تجيب جديد ما شاء الله عليك. فهمت الفكرة؟ إيه فهمت. فهذا اللي قاعد تسويه ترى هواية أنت. هذه هواية. نعطيهم بس لقطة بسيطة قبل ما نتعمق في السواليف. هي محمد هواية وهويتنا في نفس الوقت. هوية إيه؟ ترى مو بشرط اللي أصوره بس هذه هوايات، لا، في هوايات كثيرة. زي هذا الحين تراث عند أبو خضير، أبو محمد. مو بشرط الرياضة، تنس، بادل، مو بشرط أي شيء أنت تمارسه. حتى السوني وأنت تلعب سوني ترى هواية. سوني هواية. السفر هواية.
يعني بالعربي محمد هي هوايتك نضبط. اي يعني زيك انت الحين تبي تتعرف على ناس جدد تاسس لك طال عمرك اللي هو تكون رئيس شو اسمه البرنامج هذا. تبغى تشارك مشترك ب 50 ريال او ب 100 ريال بكيفك. تخيل 50 ريال مدى الحياه. شوف ما شاء الله تبارك ترى هذا نموذج مقهى يا ابو محمد. ايه عندي مقلط ايام الثمانينات. هذه طبعا يمارس هوايته في بيته، يقدر يمارسها مع اللي يحب هو. هذا شيء قديم مره. شوفوا حتى هذه تسريحه يا مش الثمانينات الاولين. هذا قديم مره مش الثمانينات ما شاء الله تبارك الله. لو تلف يسار شوي في غرفه المرأة. شوفوا كيف يمارس هوايته في البيت. اشياء قديمه اشياء هذه هوايه. برنامج هاوي هو بضبطك في الموضوع هذا كله. الهوايه اللي انت بيها هو يعني قاعد ياسسك اياها. يقولك تعال اللي يحب الهوايه هذه يجي يجمعونهم في مجال واحد. فهمتوا؟ طول في عمره جمع صور شيوخنا وامرانا. الله يطول في عمرك يا رب. شوف طبعا ترى هذه هواياته كلها حاطه في بيته. يعني تخيل واحد يسجل في برنامج وساكن في نقول جيزان او في تبوك او في القصيم، بيعرف الخضير من طريق المنصه هذه. فهمت؟ في يشوف اللي عندك وتشوف اللي عندك، تتبادلون الاشياء هذه كلها. البرنامج هذا اشكره صراحه. لازم تسجل فيه. لا بسجل خلاص يعني خلاص يوصلني وانا في محلي وانت في محلك. يا سلام عليكم. طبعا هذه مجالس يا محمد. هذه مجالس شوفوا. هذه كلها مقتنيات. كل بتريد تتكلم عن ترى اللي قاعد اصوره الحين مو قاعد اغطي للخضير، لا انا قاعد اصور ناس ممكن انهم غافلين عن الشيء هذا، عن البرنامج هذا مو عارفينه. فممكن هو يقول الخضير هذا جوي. طبعا هذا الزبده اللي بنوصل له. جوك في الهوايه، لاني انا بتكلم بواقعيه. عندي واحد من اخوياي اللي هو الجويسر يحب الرياضه بس حق الاستراحه لا يحب البلوت. صح. هو بيلقى في البرنامج هذا اللي هو نفس فهمت الفكره، نفس اللي الهوايه حقته. وانا بيلعب في المملكه صراحه. اي والله انا اشهد. الحمد لله. جيت عند العيال شفتوا اللعبه هذه حقت البلوت اللي شوفوا مجتمعين مع بعض. ترى هذه هوايه. طبعا تراها يعني برنامج هاوي من 12 جهه حكوميه. يعني مو الكلام شيء ربحي، لا ما فيها ربح. تخيل انت تمارس هوايتك، تروح للملعب اللي انت شفت. تخيل ملعب اللي قريب عند بيتك. طبعا هم موقعين مع يمكن حول 1000 ملعب بودل، تنس، طائره، كرة قدم، موقعين مع فوق 1000 ولا وفي ازدياد. تخيلوا فوق 1000 ملعب. يعني تلقى تروح تلعب بلاش، تلعب طائره بلاش. يجمعونك مع الناس اللي يحبون نفس هوايتك مجانا. حتى لو انت يا اختنا في الله تحبين الطبخ، تقدرين تمارسين هوايتك في هاوي. طبخ عندهم ترى هوايه تعتبر. اعطيكم مثال فكروا فيها عشان اعلمكم انه مو بربحي. الموضوع مو بربحي. انت لو تبغى تستاجر لك ملعب طائره مثلا، تروح تستاجره، كم تدفع فيه؟ ساعه في الساعتين كل يوم بتدفع كم؟ تخيل ان انت اذا سجلت في منصه هاوي تقدر تحجز الموعد، الوقت اللي بتروح له، وتروح تمارس هوايتك مجانا. عشان اعلمكم كذا انه مو بربحي. ما اتكلم عن الطائره بس، اي هوايات كثيره فيها، هوايات كثيره. طيب يا نايف انا ما اعرف ايش هوايتي. انا انسان ما اعرف هوايتي. في استبيان تعبيه زي الاختبار بسيط يعلمك وش هوايتك، مسهلين لك كل حاجه. طيب وش الفائده من الكلام هذا اللي قاعد تقوله؟ طبعا هم الهدف من الموضوع كله ان الهاوي يمارس هوايته بشكل يومي. الله يعز حكومتنا. الشباب الحين قاعدين يمارسون هوايه البلوت. بس ودي اسال سؤال، فطيره وش هوايتك؟ صدق ما عندي هوايه. انا ابغى واحد زي كذا. انا هوايتك يا ابو سلطان؟ لا صدق مو باستهبال، صدق بلوت كان. ترى هذه هوايه. ابو ناصر؟ بلوت كان. لا مو هوايه، ما الا هوايه. انت تقول هوايه قسم. طب اعلمك شيء. تدري هذا احنا قاعدين يمارسها ابراهيم اخوي بلوت، تدري انه هوايه السوني هوايه؟ ممكن. انت شو هوايتك؟ نادي وكوره وكذا. كل واحد له هوايه. وانت ابو؟ انت شو هوايه؟ انا طبخ. اثبت لك يا محمد. ها؟ الطبخ. انت طبخ بعد؟ ترى هذه كلها هوايات. عندك هوايه انا اعرفها. وش هي؟ البربره. هذه بعد تعتبر من الهوايات. فهذا اللي قاعد يشوفونه هذه هوايه. هذا الحين هوايته غير وهذا هوايته غير. فالمنصه هي ايش قاعد تسوي؟ قاعده تجمع الناس اللي يحبون الهوايه واحده يحطونها في منصه واحده. تبغى اسمه الحين
لقاء صار اعلان. هو مو باعلان يعتبر، مو باعلان ربحي، لا. تعرف وش هوايتك؟ والله ابي اعرف وش هوايتي انا. طب تخيل انك طب اسمع بعلمك، انت تقول ما عندي هوايه صح؟ طب ايش رايك انك انت تمارس هوايتك مجانيه بشكل يومي؟ وش هوايتي عشان امارسها؟ هوايتك تخش التطبيق وفي اختبار تسويه يعرفون وش هوايتي. يعلمونك وش هوايتك. تخيل اختبار بسيط. الان اسويها قدامك. يلا سلام. ما تخش تشوف هوايتك والاستبيان، انا بسألك اسئله بعلمك. يلا. انت شو اللي تمارسه بشكل يومي في حياتك؟ تحس انك تحبه؟ خليك على البلوت هذه منتهي منها كين كامل. هي اللي اكثر وقت فيها. طب هذه هوايه تدري؟ انا ما ادري، ما اعتبرها هوايه الصراحه. طيب تحب السفر انت؟ إيه؟ هذه هوايه. إيه؟ تخيل انهم يجمعونك كلكم في منصه واحده كلكم تحبون السفر. إيه؟ السفر صح. تعلمون بعض. انا شفت هواية، لكن البلوت ما اشوفها. طبعا هذه ما اعتبرها هذه هوايه تدري. والله العظيم الحرفيه هوايه. شوف قايم يصلح بدون ما نقول له، طبعا والله ما حد قال له شيء. فهمت الفكره؟ فانت بعد تبغى تسوي اختبار سوى عادي. انا بحط لك الرابط بعد شوي. ها؟ سفر هوايتك وعد انا وياك بعد. هذه هوايه. حتى السيارات، اللي يحب السيارات المعدله ترى هوايه. شطرنج هوايه. السيارات الكلاسيكيه القديمه اللي يحب يجمعها هوايه. طبعا الهوايات كثيره من بخالصين. الطبخ، الاشياء كثيره ماني قاعد افصلها. طبعا بوصل لكم معلومه. برنامج بوابه هاوي احد مبادرات برنامج جوده الحياه، احد مبادراته. تخيل هذا شيء يعني، احد مبادرات جوده الحياه. طبعا الهدف منها الاساسي اللي هي انك تركز على هوايتك، تدعم هوايتك. من الاخير متأسسة من 12 جهه حكوميه، عشان كذا القدواما تسجيلها سهل وبسيط. طبعا عشان تكون في الصوره وتتطمن انها تخش عن طريق ابشر عشان النفاذ الوطني عشان تسجل فيها وزي كذا. شيء تدفع طبعا رمز بسيط ما يذكر 50 الى 100 ريال. تمارس هواياتك بشكل يومي، تنبسط، عش هوايتك بشكل يومي مدى الحياه. تتكلم عن مبادره قويه قاعد يسوونها لكم. فهمت الفكرة؟ يعني تخيل انت بعطيكم مثال للناس اللي تحب البلوت. تخيل ان انت تحب البلوت واخوياك اللي في استراحه يمكن بس اللي يلعب واحد، تقدر تلعب بشكل يومي. تمارس هوايتك هذه. الطبخ نفس الحكايه. ممكن اخوياك ما يحبوا يطبخون، انا اخوياي ما في انا احب اطبخ، ممكن اسجل فيها. طبعا انا مسجل، اتكلم لكم تراني انا مسجل فيها. بحط الرابط، ارفع الشاشه وسجل بالتوفيق. وتقدر تاسس لك انت فريق كامل متكامل لجلب العضويه العاليه. طبعا العضويه العاليه وش هي؟ ترى 250 ريال تسجل فيها مدى الحياه. الله يوفقكم يا رب ان شاء الله، والله يحقق جميع امنياتكم وتمارسون هواياتكم. الحمام من اللي مختارها انت؟ شوف الفقاره، انت مختار الحمام؟ هذا طبعا عن طريق المطبخ تبعي. شوف شلون الرز ما شاء الله. وين اللي معذبنا اليوم؟ وخر راسك. جمعوا جماعه عشان نكثرهم. الله يغنيك كثر خيرك. ايش فيك مدنق انت؟ عشان يتناض. هي صار فيك. تبغى تجيب اللحمه انت، تبغى عن طريقنا بكيفك. ابو محمد مطبخ اللي يجيب اللحمه هو الخسران. شلون الرز؟ اهم شيء الكشنه. اللحم مو بدايب الا اللي بعده. طبعا بحط لك بالمطبخ اللي يبغى نفس الصحن هذا يبي يجيب اللحم هو بكيفه. اللي يقول لا والله انتم عن طريق ملحمتكم عادي ما في مشكله. مطبخ جبال الجزيره من زمان ما صورت له اصلا. ايه بيني وبينكم المطعم ما شاء الله فل. الرز ولا غلطه. الرز ولا غلطه. والله الرز واللحمه قسما بالله ما فيهم غلطه مره. اصلا اللحم ما عاد بقى شيء معها. جابوا له من الصحن الثاني. حتى المكرونه، بصوا المكرونه عامله ازاي. بصوا المكرونه. اي مو بكذا، حتى ما تشهوي وانت تاكلها. ما جتني شرقه. مناسبات، زواجات، تبغى تاكل محلي ما في مشكله. طبعا مو بس الرز هذا، انه عندنا هذا الرز اكثر مبيعا. في عندنا مقلوبه، عندنا مضغوط، لحم، دجاج. تبغى تجيب انت اللحم تجيبه، تبغى تجيب الدجاج تجيبه، تبغى تجيب التيس تجيبه. الشيء الوحيد اللي ما نطبخه السمك، لما عندنا متخصص فقط. ولو جانا متخصص بشروبه. على العموم هذا طبعا المطعم تبعي. تقولون ان تذكير الاعلانات السابقه او اللي تبونه عاد. بالتوفيق للجميع. لكن الحمد لله فضل رب العالمين ما شفتوني اصور كثير للمطعم، لان الحمد لله مبيعاتنا الحمد لله عاليه. بالتوفيق للجميع.